بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال تالتة إعدادي إن شاء الله النهاردة هنحل معاكم محافظة رقم 7 من كتاب الامتحان وهي محافظة الغربية. معكم مستر عبد الرحمن رفعت مدرس الدراسات. طبعا أول سؤال بيقابلنا في الامتحان هو سؤال الخريطة. بيقول لي هنا لاحظ الخريطة التي أمامك ثم اكتب مدلول ما تدل عليه الأرقام الموضح عليها. رقم 1 اسم السلسلة الجبلية. طبعا السلسلة الجبلية اللي موجودة عندي في غرب قارة أمريكا الجنوبية هي سلسلة جبال الإنديز. طبعا عندي هضبة هنا كده في الشمال اسمها هضبة جيانا، وفي الوسط هضبة البرازيل، وتحت هضبة باتاجونيا. طيب رقم 2 بيقول لي اسم السلالة البشرية. طبعا السلالة البشرية اللي موجودة عندي في معظم قارة أوروبا هي السلالة القوقازية. رقم 3 جزر نقط. طبعا عندي هنا في جزر رقم 3 جزر اليابان، لكن عندي هنا في النص كده جزر الفلبين، وتحت خالص جزر اندونيسيا. يبقى الإجابة عندي هنا جزر اليابان. طيب رقم ب بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع ذكر السبب في الحالتين. تزداد نسبة العاملين في الصناعة والخدمات المرتبطة بها في الدول النامية. طبعا غلط، في الدول المتقدمة الغنية. تزداد في الدول المتقدمة مش الدول النامية. رقم ج اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. بيقول لي هنا يتمثل المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي في مدينة الصحراء الكبرى ولا حوض الكونغو ولا شمال اليابان ولا شمال سيبيريا؟ طبعا احنا عارفين ان المناخ الاستوائي في جزر اندونيسيا وفي حوض الكونغو وفي حوض الامازون، فالاجابة عندي هنا تبقى حوض الكونغو. طيب رقم د بيقول لي تتنوع الأقاليم المناخية وفقا لعدة عوامل. أيد بالأدلة الجغرافية صحة كل عبارة. أقول له حيث تتنوع وفقا لعدة عوامل هي الموقع الفلكي والجغرافي والتضاريس. طيب رقم 2 بيقول لي تعرض العديد من زنوج افريقيا للهجره الاجباريه في الماضي. طبعا هنا اقول له بيقول لي هنا قاعد بالادله، اقول له للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ اللي انشاها الاوروبيون في الامريكتين. بعد كده نخش على رقم 2 بيقول لي دراسة السلالات البشرية تساعدنا على فهم أصولنا وتنوعنا الثقافي والإنساني وتشجيع التسامح والتفاهم بين الثقافات المختلفة. في ضوء ما درست أجب 1 بما تفسر ديك السهول الساحلية في غرب أمريكا الجنوبية. أقول له ده بسبب اقتراب جبال الإنديز من الساحل اللي احنا لسه حاطينها فوق في الخريطة. الجبال موجودة في غرب قارة أمريكا الجنوبية هي جبال الإنديز. طيب رقم 2 عندي بيقول لي اكتب سببا يقل عدد السكان في السهول الشمالية في قارة آسيا. ليه السهول الشمالية في قارة آسيا السكان فيها قليلة؟ وده طبعا بسبب برودة الجو، درجة الحرارة فوق منخفضة جدا. رقم 3 اكتب سببا يقل عدد رقم 3 آسف. دلل على صحة العبارة تسمى غابات إقليم مناخ غرب أوروبا باسم الغابات النفضية. أقول له لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف. لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف. رقم 4 بيقول لي ما رأيك في بعض السلالات تعتبر نفسها أكثر ذكاء وقدرة على العمل والإبداع من سلالة أخرى. طبعا لا أتفق مع العبارة ديت، لأن السلالات البشرية كلها أصل واحد وتم تقسيمهم على أسس ظاهرية. رقم 5 بيقول لي صوب ما تحته خط. يوجد في قارة أوروبا أكبر دولتين في العالم من حيث السكان. لا طبعا دولة إيه؟ قارة إيه؟ آسيا، الصين والهند. رقم 6 بيقول لي ما نتيجة تساوي معدلات المواليد مع معدلات الوفيات في قارة أوروبا ويترتب على ذلك ثبات معدل الزيادة الطبيعية. نخش بعد كده على رقم ب بيقول لي أجب عما يأتي. ما العلاقة بين التطور الصناعي وتوزيع السكان في قارات العالم؟ أقول له توزيع السكان يرتبط بالتطور الصناعي، حيث تزيد الكثافة السكانية في المناطق الصناعية والمدن الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني، حيث وفرت فرص العمل، في هناك فرص عمل. طيب رقم 2 بيقول لي إذا افترضنا ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر فما الآثار المتوقعة على مساحة القارات والسواحل والدول؟ طبعا رقم 1 غرق العديد من المناطق الساحلية والجزر. 2 تقلص مساحة بعض الدول. رقم 3 زيادة النزوح السكاني نحو الداخل، السكان هتبدأ تتحرك. طيب بعد كده نخش على التاريخ. بيقول لي هنا اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين.
وضع خطا تحتها. رقم 1 نتائجها كانت بداية عصر جديد في تاريخ مصر. طبعا معركة من دول بدأ يكون بعدها تاريخ جديد لمصر، طبعا معركة الريدانية لما تحولت تبعية مصر السياسية. رقم 2 بيقول لي كانت محاولة لإنهاء وجود الحملة الفرنسية على مصر لكنها فشلت. طبعا كانت اتفاقية العريش لما حاولنا نخرج الفرنسيين، بس كانت الشروط ان هم يخرجوا على نفقة الدولة العثمانية، وعندي انجلترا رفضت، فعشان كده الاتفاقية فشلت. رقم 3 بيقول لي يمثل عهد أزهى الفترات وأكثرها تقدما وعمرانا في تاريخ مصر الحديث رغم التدخل الأجنبي. ده طبعا كان الخديوي إسماعيل. رقم 4 بيقول لي من مظاهر عدم كفاءة خلفاء محمد علي في حكم مصر قبضتهم على زمام الأمور. لا طبعا غلط. الميل للأجانب وسياسة التبعية، اعتمادهم على موارد مصر لزيادة الصادرات. طبعا الميل للأجانب وسياسة التبعية. بعد كده عم الحاج رقم ب بيقول لي اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ مع ذكر السبب. منح عباس الأول عقد امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس لفرديناند دي سيبس. طبعا العبارة خاطئة لأن سعيد باشا هو اللي عمل العقد الامتياز الأول والثاني. رقم ب بيقول لي بما تفسر اخفقت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. ليه القوات الفرنسية ما قدرتش على أهالي الصعيد؟ أقول له بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. رقم 2 عزل الخديوي إسماعيل وتولية ابنه الخديوي توفيق. أقول له بسبب إصداره مرسوم في 1879 بتسوية الديون طبقا لمقرراته اللائحة الأساسية. رقم ب بيقول لي صوب ما تحته خط. عندي هنا أول سؤال بيقول لي انتصرت الدولة العثمانية على الدولة الصفوية في معركة ديول بحرية. لا طبعا كانت معركة جلديرون. رقم 2 أجريت الانتخابات العامة في مصر طبقا لدستور 1923 وحصل الحزب الوطني على الأغلبية. لا طبعا كان حزب الوفد. رقم ب بيقول لي اكتب ما تشير إليها كل عبارة مما يأتي. عينه الخديوي توفيق ناظر للجهادية بعد عزل عثمان رفقي. طبعا كان محمود سامي البارودي. رقم 2 أعلن إلغاء معاهدة 1936 وأطلق الحرية للشعب للنضال المسلح ضد القوات البريطانية. ده كان مصطفى النحاس. رقم ج بيقول لي اكتب سببا لكل عبارة مما يأتي. استمر المصريون في مواصلة الكفاح بعد الاحتلال البريطاني لمصر، وده طبعا كان من أجل تحقيق الاستقلال وإقامة حكومة دستورية. طيب رقم 2 بيقول لي اكتب سببا لإرسال إنجلترا لجنة ميلنر إلى مصر في ديسمبر 1919. وأقول له هنا لإقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. بعتهم لينا عشان يقنعونا بقبول الحماية البريطانية. بعد كده رقم د معانا بيقول لي أدى حفر قناة السويس إلى زيادة أهمية مصر استراتيجيا، ولكنها ازدادت أيضا من تدخل الدول الاستعمارية في شؤون مصر، زادت من التدخل الأجنبي يعني. في ضوء ما درست أجب اكتب 2 من أعمال علماء الحملة الفرنسية أثناء وجودهم في مصر. طبعا من ضمن الأعمال أنا كاتبها لك هنا أهو: دراسة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، إنشاء المجمع العلمي المصري، تأليف كتاب وصف مصر، اكتشاف حجر رشيد. دي كلها كانت من أعمال العلماء في مصر. رقم 2 بيقول لي ماذا كان يحدث إذا أمر أحمد عرابي بتعطيل الملاحة في قناة السويس أثناء الاحتلال البريطاني لمصر 1882. أقول له لم تستطيع القوات البريطانية اختراق السويس. وبكده سنة ثالثة احنا خلصنا حل الاختبار رقم للمحافظة رقم 7. إن شاء الله نلقاكم في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.